عودة إليكم من جديد. خلينا نرجع تاني نواصل الكلام والحديث في برنامج الماتش، ولكن في هذه اللحظات أنا مش لوحدي، معايا ناقدنا الرياضي القدير الأستاذ لطفي السعان. أهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. منورنا. اهلا بحضرتك. فرصه سعيده ان انا بظهر معاك لاول مره في صدى البلد. الفرصة دي ليا والشرف أكيد ليا. شرف لينا فندم. اهلا بك. في البداية خلينا نخش طبعا على الحدث الأكبر والأهم. كنا لسه بنتكلم حتى قبل ما نخش اللينك. والنادي الاهلي طبعا القنبله اللي ما كانتش حلوه بالنسبه لنا، كان نفسنا تبقى قنبله جميله بالنسبه لنا، ولكن خروج النادي الاهلي بشكل غير متوقع وبشكل هزيل كرويا. شفتوا ازاي الماتش؟ والله هو معطيات الاهلي في ماتش الذهاب كانت فيها افضليه عن ماتش الاياب. في ماتش الذهاب يعني احنا كنا احسن في الماتش الاولاني. كنا احسن في الماتش الذهاب الاولاني طبعا. كان الاهلي افضل بكتير من ماتش الاياب. في المباريات الإقصائية الأمور ما بتنتظرش لأوقات فيها براح. مهم جدا إن كل ثانية محسوبة عليا أو وليا. في كلتا الحالتين الدقايق محسوبة على صاحب الأرض والخصم. النادي الأهلي لما جاب الهدف فحس إن بقى المباراة بقت تحت طوعه بالبلدي كده. تفتكر مع ان 1-0 دي معروفه انها خادعه جدا. خادعه 0-0 خادعه 1-0 خادعه. مش مختلف مع حضرتك، لكن في النهايه الثقه المفرطه في اللعيبه اداهم احساس ان المباراه اصبحت متاحه وان ممكن يجي في المتناول يعني. ولكن دايما انا كنت بشدد على جزئيه ان انا ما اغفلش قوة المنافس في الهجمات المرتدة طبعا. ودي أهم ما بيميز صن داونز. فبالتالي حتى لو هو ما وصلش بس يعني هو حتى لو ما كانش مرتدة، ده هو اللي ماسك الكورة. احنا اللي المفروض نعمل مرتدة ما عرفناش، ما عرفناش. عشان انت بدأت تلجأ للدفاع نظرا لان انت ما بقتش قادر تأدي بنفس الصيغة. وهو انا ما اقدرش ألوم كولر. معلش، انت الوحيد اللي في مصر اللي بتقول الجملة دي. ما اقدرش الوم كولر دي. ما اقدرش. ده مصر كلها بتلومه فقط. ما هو لازم يبقى في ضحية، فالضحية كولر. ده كلام اول مره اسمعه، ده عكس التيار تماما ومن حقك. اتفضل. معلش. كولر لو شايف ان اللعيبه اللي في الملعب هتقدر توصل للمعطيات اللي عنده والاهداف اللي عنده كان لعب هجومي بشكل اكتر. اوكي، يعني شايف ان هو متحفظ نتيجه ان الاوراق اللي عنده، الاوراق اللي في الملعب مش مقنعه بالنسبه له كمدير فني. ايوه يا استاذ لطفي، بس يعني انت بتتكلم على بره على الدكه كان في مين؟ ده كان في بن شرقي وكان في حسين الشحات وكان في قفشه. كان ممكن يغير الطريقه من الاساس. تمام. بدل 5-4-1 كان ممكن يلعب طريقته المعتاده، يعني 4-3-3 4-2-3-1. يعني لو عايز يحتفظ بالكوره اكتر في المناطق الاماميه. يعني ايه اللي خلاه يلجا لكده؟ هو اكيد اي مدير فني عايز ينجح. هو الراجل مش عايز يفشل. ايوه طبعا. او عايز يكسب من وجهة المباراه وعايز يدخل المباراه من وجهه نظره على الورق وفي ضوء نتائج المران الاخير، نتائج التدريبات بتاعه الفريق، فشايف مين يصلح ومين ما يصلحش، ودي حقه كمدير فني ان هو يلعب مين ويقعد مين على دكه البدلاء. اكيد. ونحترم لا شك في ده، لا شك تمام. فكون يلعب فلان او ما يلعبش فلان دي بتاعته هو، مؤكد. وله الحق في ذلك، مؤكد. بس احنا من حقنا نحاسبه بقى. جميل لما يخفق. يعني لما يخفق. هو اخفاق كولر. هو كولر جاب للاهلي كام بطوله؟ 11. تمام. 11. تمام. مش قليل، رقم مش قليل. لا ننكر انجازاته. ولكن لا تكون النهايات بهذه الصوره اللي ظهر عليها امبارح بقى عقب نهايه المباراه. بتتكلم على الغضب الجماهيري والازايز اللي اترمت وبتاع. طبعا كلنا بنشكو بهذه التصرفات. تمام. ومع ذلك الهجوم على كولر بدأ بقاله فترات طويله جدا. والتركيز على ان الراجل مش قادر يأدي بشكل كبير جدا. بيعامل اللعيبه بقسوه شديده. أيوة. بيتعامل بعنف مع الاداره. تمام. وكل هذه المعلومات تم تصديرها للمشهد الاعلامي على انها حقائق موثقه. بس في حقائق فعلا موثقه. ماشي. زي انه مشى 5-6 لعيبه. زي انه عامل فورتينات. مين ال5-6 لعيبه اللي مشى؟ طيب واحده عبد القادر. الراجل جاله توحد. ماشي. طلع يجري علشان متضايق من الراجل. ماشي. مين مشى عبد القادر؟ هو مين مشاه؟ يعني مين اللي خد القرار؟ لا عبد القادر. لا الاداره.
لا ما هو عبد القادر جاب عرض فالاداره ماشي. قالت اوكي اوكي، ما هو عشان أي- الراجل زهق. ما اي واحد هيجيب عرض، اي واحد هيجيب عرض. في ناس جالها عروض وما رضتش انها طيب تمشي. اليو ديانج ماشي، اليو ديانج عامل مشاكل في مثلاً. اوضه اللبس. ليه؟ احمد عبد القادر عامل مشاكل في اوضه اللبس. كهربا عشان عامل ايه؟ عشان كهربا ايه؟ عامل عشان ايه؟ ازعاج. مشاكل عشان هكمل ايه؟ لحضرتك بقى عشان عايز خمسة. يلعب ولا مشاكل عشان ايه؟ لا، خلاص بقى في نوع من الفوضى داخل اوضه اللبس نتيجه ملهاش ايه؟ علاقه. ما هو نتيجه يعني ما متضايق من بلعبش، ايه؟ يعني ما عنده مشكلة بلعبش في إيه؟ عايز العب. اه بنهزر، هزارنا مرفوض. اه بنهرج، تهريجنا ممنوع. اوكي. فبداوا. خلي بال حضرتك، جزء مهم جدا في الموضوع اوضه اللبس. اكيد. بدليل مؤكد. النادي الاهلي غير كام مدير كوره او مدير رياضي او تحت اي مسمى في الفتره اللي فاتت. 3 رقم في فتره قليله. 3 صح. سيد عبد الحفيظ، خالد بيبو، حافظ الالقاب، وبعد كده آه. كابتن رمضان، كابتن وبعدين رمضان، وبعد محمد شوقي. اه تمام. أربعة اهوت في ده دليل على كابتن ايه؟ سيد. ده دليل على ان عدم احكام الاداره على غرفه ملابس الفريق الاول هي اللي سببت في الوضع اللي انت وصلت له ده. انت مش خسران، انت بقالك فتره طويله بتعاني من تراكمات موجوده جوه اوضه اللبس. حقيقي. التراكمات دي كلها جت انفجرت خلاص. فالراجل لا بس طب معلش، اتفضل، انا اتفضل، اسمح لي ان اتفضل، انا اقف عند اتفضل. الحته دي. انت بتختزل قصه كولر كلها ومشاكله في الفنيات من ناحيه ان الاداره ما وفرتش مناخ جيد ليه على المستوى الاداري؟ لا، ما وفرتش له طلباته اه الشخصيه، سواء كانت فنيه او اداريه. اوكي. تمام. زي ايه هقول مثلا؟ لحضرتك مثال. يعني هو كان رافض موضوع مدير كوره يبقى موجود خلاص بعد اوكي. بعد سيد. كابتن سيد. بنحتفظ بكل القاب يعني الناس معلش. يعني مش مشكله. تمام. تمام. فجي بعدها الكابتن خالد بيبو. أيوة. نفس الشيء. ماشي. وبعدها الكابتن محمد رمضان. نفس الشيء. لا بس كابتن خالد بيبو هو اللي مشاه. كولر. ما انا مش مختلف. يعني في حاجات أنا مش هو مختلف. الاداره هي اللي مشته. مشت مثلا سيد عبد الحفيظ وجابت خالد بيبو، هو اللي قال لك لا مش عايز. فدخلنا كابتن محمد رمضان بمسمى اخر. مدير رياضي. مدير رياضي. ماشي. ثم على فكره مش مختلف في حاجات كتيره صح، دي حقيقه طبعا. ثم دخلنا بالكابتن محمد شوقي بمسمى جديد. ده عشان يبقى حلقه وصل كده. يعني ايا كان. ايا كان. ما انا فاهم. لا ما تمام. ده حقيقه يعني. فكل ده بيتم على غير رغبه الراجل. اي على غير رغبه الراجل. فامر طبيعي الحاله اللي انت بتوصل عايز تقول لها. انت موفرت له مناخ غير جيد. يعني ضايقته. بدانا نضايق في بعض. اوكي. دليل. هو لحضرتك على حاجه. هو الكابتن محسن صالح قال جزء من الكلام ده في بعض تصريحاته. ايوه. والناس كانت بتلومه في الاول. انه طلع اتكلم. انه طلع اتكلم وقال اسرار يعني. وقال اسرار. هو اتكلم فنيات يعني يعني لمح ببعض الاسرار لان يستحيل هيقول كل الاسرار. تمام. لكن في النهايه انا يعني عشان برضو احترام العقل. انا عارف ان الاعلام بيخاطب الجمهور. ايوه. والاعلام عايز يكسب الجمهور. والجمهور على عيني وراسي. انا ما عنديش مشكله مع الجمهور بشكل شخصي. لكن احترم عقلي قوي لما اقيم الامور في وضعات طبيعي. اوكي. فعشان نقدر نقول الكلام ده هو ده الثعلب اللي كان الجمهور بيهتف له في الملعب. ماذا تغير من الثعلب الى اليوم؟ دي نتيجه تراكمات اداريه موجوده داخل النادي وصلتنا للمرحله دي. فعشان كده انا بقول بس انت حضرتك مديني انديكيشن ان انت بتعفي كولر من المسؤوليه الفنيه تماما. لا هو مسؤول بس مش لوحده. مسؤول معاه مجلس اداره. اكيد طبعا. لجنه كوره. جميع اللعيبه مسؤوله. مؤكد. جميع اللعيبه مسؤوله. طبعا. تمام. لكن اختصار او اختزال الاتهام او المسؤوليه الكامله عن كولر بس. في كولر حرام. حقيقه. حرام. يعني يبقى كده احنا ظالمين. واسمح لي اسقف لك اشكرك كبيره. اشكرك لان انت يعني مش الوحيد ولكن من القلائل اللي طلعوا اتكلموا بشكل يعني مبسط وبشكل واضح وضوح الشمس ان لا في عناصر تانية. احنا بنتكلم في لعيبه، بنتكلم في مجلس اداره، بنتكلم في جهاز اداري وهكذا. بس طبعا كلام محترم جدا. الله يخليك. انا نرجع تاني. مجلس الاداره عمل ايه؟ مجلس الاداره هو مسؤول عن الوضع. ليه؟ لان في النهايه لجنه الكوره بتعرض على مجلس الاداره. ولجنه الكوره يرأسها الكابتن محمود الخطيب. اوكي. مع كابتن مختار ايا كان. يعني هو المفروض كابتن مختار هو رئيس اللجنه يعني. ايا كان لجنه التخطيط. ايا كان. بس طبعا البوب الكبير هو كابتن خطيب يعني.
كابتن بيبو يعني. اقول لحضرتك على حاجه. قول. يعني ما معنى كلمه لجنه التخطيط؟ اللجنه تخطط للفريق الاول لكره القدم، والمفروض في قطاع الناشئين كمان يعني. ده انا لا، المفروض ان انا تحت عشان اخطط لفوق. انا بخطط من تحت لفوق. ماشي. صح. قطاع الناشئين باللي فوق كله يعني. اللجنه شغاله فوق بس مش شغاله تحت. شغاله فوق مش تحت. فوق مش تحت. اه فده كلام برضو مش لوجيك. دي مش معلومه لوجيك. ولا ربط ولا انا ما انديكيشن؟ بربطش. انا ما بربطش. انا بقول معلومات. دي معلومه. انا بقول معلومات. اوكي، يعني حضرتك تمام. متاكد ان هم شايلين ايديهم من انا الحته الكلام على بتاعه مسؤوليتي- القطاع؟ الكلام على مسؤوليتي الشخصيه. تمام، اكيد. اوكي. اكيد. تمام. ها. فان يبقى في تخطيط اللي احنا نفهمه مم. في الشغل في الاداره الرياضيه. مم. انا مارست اداره رياضيه يعني، الزملاء عارفين عندك في الاعداد. اخونا العزيز رئيس التحرير الاستاذ احمد جلال. انا كنت عضو مجلس اداره دورتين في نادي المنصوره في عز تالق المنصوره محليا وعربيا وافريقيا مع الكابتن حسن مجاهد وابراهيم أيوة. مجاهد تمام. هو دبلومه الاداره الرياضيه من الفيفا سنه 20 فندم انت فوق راسنا. ربنا والله انت يخليك. فوق ربنا راسنا يخليك. ومنورنا ومشرفنا. فانا بدي حضرتك معلومات عن فهم وليس عن جهل. اوكي. لا لا ده تمام. اكيد مؤكد. فلما اقول لحضرتك المفروض مفترض في لجنه التخطيط هي بتخطط تحت عشان اقدر اطلع فوق، لان هي القاعده عشان اطلع لراس الهرم. والله هو بيني وبين حضرتك يعني في اوقات كتير قطاع الناشئين في النادي الاهلي كان لا يمد الفريق الاول باي عناصر، وكان مهمش وستيل مش عايز اقول لحد دلوقتي ولكن لفترات قريبه مهمش، والدليل الشراء كتير من اللعيبه خارج النادي بملايين ومليارات دلوقتي. ده معناه ان انا مش هقدر، ما عنديش تخطيط لتحت. ما عنديش تحت عشان اقدر اطلع فوق. اوكي. فهو وده ديفو، انت عايز تقول ان هو ده ديفو، دي مشكله. طبعا. اوكي. طبعا. فانا تخيلي الشخصي او معلوماتي الشخصيه عشان بس نخرج من جو لا ده الجو حلو. جو سسبنس. الله يخليك. ان اللجنه لا تمارس دورها بشكل اساسي. هي يعني بيتخذ رايها في صفقات. انا الصفقات كلها جايه من بره مش جايه من جوه. فامر طبيعي ان اللجنه مش شايفه، ما فيش عين عندي داخليه، كلها خارجيه. ده غير ان كمان في لجنه اسمها لجنه السكاوتنج، دول اللي بيشوفوا بيقيموا اداء وتبعت ماتشات والكلام ده كله، ده ملوش علاقه بالتخطيط. دي حاجه دي حاجه ودي حاجه. دي حاجه ودي حاجه. دي لجنه ودي لجنه. في الاثنين انا ما عنديش منتج اقدر اظهره اقول ده نتاج السكاوتنج او ده نتاج التخطيط. ما عنديش منتج. الدنيا سايحه. مش سايحه. عايز تقول كده انت مش قادر تحدد هي مين المسؤول عن ايه؟ لا ما اقدرش الوم الاثنين. لان الاثنين واجهه. الاثنين واجهه. في حالات الازمات الاثنين دول ياخدوا الشماعه. يشيلوا الليله يعني. ايوه. اوكي. فيما عدا ذلك لا، هو الكابتن الخطيب هو المسؤول عن الكوره جمله وتفصيلا. يعني كابتن محمود الخطيب يتحمل مسؤولياته. اكيد. وله دور في هذه المساله. اكيد. والمجلس وله دور في النتيجه اللي احنا فيها. انت عايز تقول كده يعني. اكيد. اوكي. وعلى فكره ده كلام منطقي لانه رئيس النادي وهو كابتن بيبو، لما بينجح نجاح كبير بياخد السكسي كله، ولما يكون في اخفاق برضه لابد من الانتقاد، والانتقاد مش عيب، كلنا بنغلط يعني. ما فيش حد ما بيغلطش. اكيد. احنا بشر. طبعا كلنا ايوه. فكلنا معرضين ان احنا نخطأ. تمام. مش ازمه. لكن انا كابتن خطيب غلط في ايه؟ سؤال مباشر قوي. هقول لحضرتك. 1 2 3 كده. طيب. كابتن خطيب الصفقات اللي جت النادي الاهلي الكثيره لم تكن مرضيه ولم تكن ذات كفاءه تناسب النادي الاهلي في هذا التوقيت. اخر سنه ولا اخر 3 سنين ولا اخر 5 سنين؟ عشان نحدد. ما هو الراجل شغال بقى 8 سنين اهو. ماشي. ال8 سنين كلها؟ لا. اخر سنتين؟ اخر 3 سنين. اخر 3 سنين. تحديدا عندك. طب نتكلم السنه دي. يلا بينا نتكلم السنه دي. يلا بينا. انت عندك اشرف داري مش عاجبك وعايز تمشيه. مين؟ اشرف داري. اشرف داري كان اصاباته كانت كتير يعني. ماشي. وانا رايح اجيب لعيب وبدفع فيه فلوس. ما هو بقى دي حاجات قدريه برضه يا استاذ لطفي يعني. انا مش مختلف. لا بس كان في كلام من قبل ما يجي انه عنده اصابه قبل كده. طب يحيى عطيه الله لعيب دولي ولاعيب لاعب كاس عالم ووصل لمركز ثالث ورابع كاس عالم. اي حد هيقول لك اوكي عليه برضه. انا ما عنديش مشكله. ماشي.
انا ماشي معاك. ما عنديش مشكله. مين تاني؟ ماشي معاك اهو. احنا جبنا موديست. لا ده على جنب ده. طيب وده ماشي. مش بتاع كابتن خطيب. ده بتاع مين؟ ده بتاع كولر. طيب لا ماشي. قولا واحدا. طب كريستو؟ لا مسؤول عنه طبعا كابتن خطيب واللجنه اكيد. تمام. طبعاً. رضا سليم؟ كابتن خطيب واللجنه مع كولر. تمام. وبعد ما لعبه وقال لك جامد جدا، راح قالب عليه وقال لك لا وحش ويقعد ده ملوش بتاع. تمام. عادي تاني كمل. انا معاك. اكمل بقيه انا القايمه. معاك انا معاك. اختيار اللعيبه آه. لم يكن مرضي لكولر، عشان بس نوضح نقطه. يقال ان اشرف بن شرقي جاي على عكس رغبه كولر، وعشان كده هو مش بيلعب. مش اشرف بن شرقي لوحده على فكره. مش اشرف بن شرقي لوحده. طبعا صفقات كتيره جت على غير رغبه كولر، وانه ما بيدافعش، وان هو راجل بيلعب وينج في الشق الهجومي بس، وده ما ينفعش معانا في الكره الحديثه. وعشان كده حتى في اخر ماتش، مش الماتش الاخير اللي قبله، لعبه لما طلع جرادي شار لعبه فيرود، ما لعبوش حتى وينج. ايوه هو الراجل هو ما عندوش قناعات بيه ان هو يلعب في هذا المركز لانه ما بيدافعش. ما بيدافعش. تمام. فامر طبيعي ان الراجل بيبقى له رؤيه برضه عايز يشوفها في اللعيبه اللي جايه. لكن هو ارتضى بالامر. هل شايف ان ده كان غلط ان انا اجيب لعيب على عكس رغبه المدرب؟ طبعا. هو مين اللي بيقود نفس فكره علي معلول وتأييده، قيده يعني في يناير، وانه ما يتسابش، وكولر قال لك لا انا مش عايزه مشيه، فالاداره قالت له لا هنأيده غصب، وبالتالي بدأ يعند اكتر وما يلعبوش اكتر. حتى الماتش اللي فات الناس كلها بتتكلم، وانا واحد من الناس اتكلمت قلت ده ما فيش باك ليفت، طب ما تدي لعلي معلول. ما فيش علي معلول. هو مش قادر. مين مش قادر؟ علي. حضرتك شفته في التدريب يعني؟ هو مش قادر. متأكد من المعلومه؟ ايوه يا فندم مش قادر. اوكي تمام. مش عند من الراجل. مش عند من الراجل. مش عند. حضرتك لو احنا بنتكلم على مدرب مصري، هقول لحضرتك في بعض المصريين بيحبوا ويكرهوا. انما الاوروبي انا ما عنديش ازمه مع حضرتك. انا جاي اعدي عندك يومين، عايز ابقى ماشي بيهم بنجاحات كويسه، تقدر برضو ان انا هروح مكان تاني. أيوة. ما انا مش هقعد عندك مدى الحياه. اكيد. فامر طبيعي ان انا ابقى ماشي من عندك عامل انجازات كويس، عامل نتائج كويسه. ايوه. حتى لما حد يفكر فيا يبقى عندي رصيد كويس قوي ان انا اقدر اتفاوض على المبلغ المالي، اتفاوض على عدد السنين اللي انا عايز اقعدها. ابقى عملت نجاحات تأيد موقفي. يعني عندي اوبشن ان انا اعمل كل حاجه. فده ما اقدرش اقول ان الراجل كاره الناس كلها، يستحيل. ايوه بس هو برضه ماشي. تعال نحسبها واحده واحده يعني. ماشي. بص انا هنا لا بدافع ولا بهاجم، بس بالعقل. ماشي انا مع حضرتك. عندك بيرسي تاو كرهه في الكوره. تمام. والراجل قاعد يلوي وشه مع انه كان جاي ورده مفتحه واسمراني كده وعيونه سمراء وامور يعني. والراجل رحل. اليو ديانج احنا قلنا ورحل. عبد القادر قال لك حتى لو عايزيني ارجع قبل كاس العالم للانديه، لو الراجل ده موجود انا مش جاي. مثلا ادي 3. مين تاني يا عم ماركو نفتكر؟ قفشه الكلام لو الراجل ده مكمل انا مش هجدد، او انا ممكن اجدد واطلع اعاره، لكن لو مكمل يعني ساعتها الموضوع هيبقى فيه كلام تاني. ادي كده 4. حسين الشحات جاله اكتئاب على الدكه. تمام. مثلا مين تاني يا شباب فكروني لو انا مش فاكر. كهربا انا هنا مش هقف عنده كتير لان كهربا ترابل ميكر. ماشي. فمش واقف عنده قوي. شوف انا نزيه معاك ازاي. تمام. شوف انا حلو ازاي. لا جميل. لطافه اهو. لا تمام. اتفضل. عايز اقول حاجه، هو كل اللعيبه دي كويسه والراجل مش عايز يلعبها؟ بس كل اللعيبه دي لما طلعت بره تألقت صراحه يعني. راح فين؟ هو قفشه لسه في الاهلي. قفشه في الاهلي، والراجل لما اتزنق ودخل في جون نزله في اخر 3 دقايق عشان يكسبه. مش مختلف. يعني مش برضه حاجات غريبه يعني. مش مختلف. ما انا ممكن خلاص بقيت قليل الحيله، هعمل ايه يعني؟ ما خلاص ما انا لبست. ده على اساس ايه ان قفشه له كواليتي؟ حسين الشحات قليل ضعيف؟ مش منطقي. طب ليه ما بداش بيه؟ عشان هو بدأ بطريقه متحفظه. تمام. تكتيك متحفظ دفاعي. ايوه. طبيعه الطريقه هي اللي بتخليني اختار طبيعه اللاعب. حقيقه. صح. عمر الساعي صحيح جاله اكتئاب، هو كمان عنده يعني مشكله كبيره. لاعب نص ساعه ساعه الا ربع بعدين ما فيش. جميل. كل ده المدرب الاوروبي غير المدرب الاوروبي عايز لعيب جاهز يلعب بيه ويكسب بيه. فيما عدا ذلك المدرب الاوروبي ما بيفكرش ان هو هيأهل لاعب، هيقعد يعني يجهز في لاعب، هيقعد يعالج في لاعب. الكلام ده كله هو مش شاغل باله بيه. هو اهم حاجه عنده
هو جوزيه لما جه اول مره النادي الاهلي فشل صح؟ اول مره خالص اه ما فشلش، خد دوري ابطال افريقيا قدام سان داونز ومشوه وبعدين ما خدش الدوري رجع وبعدين مشي. تاني وبعدين رجع تاني نجح. جابوا له كل العناصر لبن اللي العصفور. موجوده فتسيد الموقف وقعد فترات طويله جدا بياخد بطولات في النادي الاهلي بشكل كبير جدا. حلو. فاذا هنا في الامر ما هوش فيه نوع من العدوانيه او التربص باللعيبه، يعني ما فيش الكلام ده. والناس دي فكرها بره مش كده، يعني مش بالصوره اللي احنا او مش بالثقافه اللي احنا بنصدرها للمشاهد داخليا عندنا. مش بنفس الثقافه. ايوه احنا دايما بندي للناس اللي الناس عايزاه مش الحقيقه، فبالتالي ايه دي ايه بندي للناس اللي الناس عايزه تصدقهم. ليه؟ لان هي دي ثقافه احنا اتربينا عليها من زمن ما اتغيرتش. الثقافه اللي اتربينا عليها في الاعلام القديم اللي هو دايما ان النادي لما يقول حاجه هي مصدقه، يبقى النادي صح 100% صح 100% والمدرب هو الحلقه الضعيفه. هو الحلقه الضعيفه طبعا، هو الحلقه الضعيفه في المنظومه. صبر ليه بعد كل المواويل دي؟ سؤال، صبر ليه؟ لو هو فعلا يعني ضعيف كده وجايين عليه قوي كده وماشيين له الجوادي وماشيين له مش عارف مين واللعيبه غصب يعني عنه، هم متفقين يعني لو انا وحش قوي كده ما تسيبني يا عم. مين اللي يسيب مين؟ لو انا وحش انا كنادي يسيب كولر؟ انا كنادي اهلي لا العكس، او كولر يمشي. لو هو كان متضايق قوي كده يعني ما خلاص ما مشيش ليه؟ انتوا مش عايزين كده؟ ماشي انا مكمل كده بالسياسه مش ماشي. لعبة شطرنج يعني هتديك واحده هديك العب لك يعني الفيل والطابيه يعني هي بتمشي كده. يعني من الاخر حضرتك عايز تقول، وانا لو انا بقوله ده غلط قول لي ان هو غلط يعني. لا ان المسؤوليه تضامنيه ما بين مجلس الاداره، هو مثلث مجلس الاداره، الجهاز الفني بقياده طبعا كولر واللاعيبه طبعا حتى في القانون عندنا المسؤوليه تضامنيه على مجلس الاداره بالكامل. في المخالفات وما الى ذلك. اكيد امر طبيعي يعني، فهي مسؤوليه تضامنيه على الجميع يعني. طيب ما تيجي نقفل الملف ده خلاص بحلو وبمره. هو الراجل خلاص واضح ان هو يعني وجهوا له الشكر وقال لك عمل معانا ماتشات حلوه والدنيا لطيفه. قناه النادي الاهلي حتى نفسها اذاعت هذا البيان وان هو مش موجود، فخلاص هيمشي. لا هيتفاوضوا معاه بالتراضي خلاص. يعني خلاص مشي وهيدوا له فلوسه باي طريقه، بالتقسيط بقى مش بالتقسيط ده مش موضوع ايا كان الموقف يعني. بالظبط. نخش بقى على الصفحه اللي هو يؤكد لحضرتك النقطه اللي هو الراجل قاعد. ايوه هو الراجل ما قالش انا عايز امشي. ايوه بس عشان الشرط الجزائي غالبا يعني، ولا لا ولا ونقفل انطباعي كده ولا ونقفل. بقول لك بعد الهوا. ولا ونقفل. طب ما انا ما احبش اداري حاجه عن جمهوري. بعد الهوا ما احبش اخبي حاجه عن جمهوري انت عارف. بعد الهوا ماشي. طيب هنقلب الصفحه ونشوف قصه بعد الهوا دي، ولكن السيناريو الافضل ايه في اللحظات الحاليه؟ مين يجي مؤقت وعبال ما يجيبوا مدرب جديد اجنبي لو ما كانوش مربطين مع حد من الاساس؟ هم اكيد متفقين مع حد. اكيد متفقين مع حد. والله الكلام اللي جاي لنا اللي هو لسه في تخبط، مفيش استقرار على حد. لا هو مكلمين كذا حد، لكن استقرار على اسم واحد لا. يعني احنا هو عشان تيجي تتفق في سوق المدربين او في سوق اللاعبين انت بترشح اكتر من واحد حتى في اللعيبه بترشح اكتر من واحد في مكان واحد. فطبيعي انك هترشح اكتر من مدرسه تدريبيه في الاهلي. المدرسه اللي نجحت في الاهلي المدرسه البرتغاليه، مدرسه المانيه، مدرسه انجليزيه، هم شافوا كذا مدرسه. المدرسه الانسب ليهم ربما ربما يكون يعني هم بيحبوا البرتغاليه والالمانيه. ربما يكونوا عايزين يعني. وارد جدا ان يكون الفكر الجاي في ان انا انقل دوله تانية، ان انا افكر في مدرسه تانية في الكوره. وارد. عندك معلومه ولا لا بنفكر سوا؟ لا ما عنديش معلومه. انا ما عندكش معلومه بفكر. لا هو غالبا المعلومه بتقول لا. انا بقول وارد. برتغالي وارد. والاقرب اللي احنا بنسمعه كلنا جوزيه جوميز بيتقال. وكان في كلام على كيروش، ولكن لا، فكره كيروش دي تم هدمها تماما. ومارك روزا، يمكن مارك روزا وجوزيه جوميز هما الاثنين دول الاقرب لتولي المهمه الفنيه. تمام. مين الافضل فيهم لو انت مكان كابتن الخطيب تختار؟ انا ما اجيبش حد يشتغل في مصر. ده ناس كتير تقول لك العكس. ده كابتن خالد جد الله كان معايا من شويه، سمعته
وقال الجمله دي، قلت له طب مش نجيب حد كان عارفنا علشان ننجز بسرعه ونخش في المود والعجله تدور؟ قال لك لا، انسف حمامك القديم. انت برضو من انصار هذه المدرسه. طبعا. ليه؟ ابني مرحله جديده، فهنا هعيد مجبر اخاك لا بطل. ايوه. هيبقى هنا النادي مجبر انه يجيب شخص جديد يقدر يدير اوضه اللبس بشكل قوي. لان الراجل جاي لا له حسابات ولا يعرف لطفي ولا حسين ولا محمدين. أيوة. هيدخل بمنطق دول اللعيبه اللي عندي، هتعامل بيهم ازاي، وضعهم ايه. أيوة. عندي بطوله كاس عالم الانديه، فبستعد ليها بشكل قوي. خلاص انا ما قداميش غير ان انا اقدر انتقي اللعيبه اللي هتقدر تكمل معايا المشوار بشكل كبير جدا، سواء كان في حد هيمشي، كان في حد خلاص هجيب غيره، كان هيتفتح فتره قيد استثنائيه عشان كاس العالم للانديه، فبالتالي هتفكر في مراكز كتيره جدا فوفق الرؤيه اللي جايه. اوكي. فامر طبيعي اما اجيب حد جديد، في عرف الكوره بنقول عليه ايه؟ دم جديد؟ لا، بنعيد شخصيه اوضه اللبس. بنعيد شخصيه اوضه اللبس. مع اللعيبه مش عارفه مين ده. لا، جوميز خلاص احنا عارفينه وجربناه. ايوه بس ده مع الزمالك يعني. ما انا عندي لعيبه اوضه اللبس مع الاهلي مش ما انا عندي لعيبه، يعرفوش ما انا يعني. عندي لعيبه من الزمالك، ما جالي زيزو وعندي. طب ما دي حاجه ممكن حد ياخدها بشكل ايجابي ان هو ايه، ان الامور هتمشي سلسه على طول، وممكن تجيب بشكل سريع يعني، وممكن تجيب انعكاس. ده لو العلاقه وحشه. لو لا، العلاقه ممكن وحشه تكون العلاقه حلوه. بس الافراط في التعامل ما بين اللاعب والمدرب ايوه يختلف كليا في النادي الاهلي عن نادي الزمالك. اوبا. بمعنى ان اوضه اللبس في الزمالك لا، ما فيهاش كنترول. إيه؟ واوضه اللبس في الاهلي كان فيها كنترول رغم المشاكل. خلينا نقول برضو المشاكل اللي حصلت، مشاكل كهرباء ومشاكل امام ومشاكل كتير. انا بقول لحضرتك في مشاكل في اوضه اللبس كتير، لكن لا ترتقي لوضع غرفه اللبس في الزمالك. ليه؟ بالعكس، ده احنا السنه دي في الزمالك ما شفناش مشكله داخل اوضه اللبس. ده حتى الكلام اللي هو بتاع التجديد لزيزو وال 100 مليون جنيه، طلعوا اللعيبه قال لك ما عندناش مشكله، ياخد اللي ياخده ومفيش مشكله ويكمل معانا وبتاع. يعني ما شفناش ازمات في اوضه اللبس بالنسبه للزمالك. يعني ممكن الموسم ده يمكن في فترات سابقه كان بيحصل. ايوه، انا بقول لحضرتك يعني مش لازم ادي مثل يعني عشان يبقى المثل محرج. اوكي. هيبقى المثل محرج لشخصيات بس. اوكي. يعني هقول لك على حاجه، هو شيكابالا بيقعد في اوضه اللبس؟ بس انت بتجرجرني بقى. ليه شيكابالا ايه؟ يقول بيقعد في اوضه اللبس. يعني هو شيكابالا اصلا مبطل دلوقتي؟ لا، مش بتكلم من دلوقتي، من كام سنه. اكيد كابتن الفريق بيقعد فين؟ يعني بيقعد فين يعني؟ مع الجهاز الفني، في اوضه الجهاز الفني، مش اوضه اللعيبه. حلقه وصل يعني يا استاذ لطفي، حلقه وصل مشيها. لا، ما مش ده يعني ما تبقاش ضيق كده معانا. مش لا هي دي. بص فن، انا افق واسع جدا على فكره. وباخد الامور، لكن في حاجات وانت بتدير بتديك وانت بتدير لازم تكون محسومه. ما اقدرش ان انا تبقى ايه قابله انها كده ماشي وكده ماشي. لا لازم تكون محسومه، لان لو القائد عندك محسس اللعيبه ان هو بتاعهم مش بتاع الجهاز الفني، شكرا. استاذنا الكبير وناقدنا الرياضي القدير استاذ لطفي السقعان، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك يا فندم، نورتنا وشرفتنا. انا سعيد بيك. كان حديث شيق وجريء وفتح لنا شويه افكار حلوه. ده العادي بتاعي، ده الطبيعي. حبيبي يا استاذ لطفي، حبيبي ربنا شكرا جزيلا ليك، نورتنا. اشكرك. هنطلع فاصل سريع، من بعد الفاصل هينضم لنا الكابتن اشرف ممدوح نجم النادي الاهلي السابق والزميل العزيز. هنتكلم معاه اكتر واكتر عن النادي الاهلي، ونتكلم اكيد برضه على نادي الزمالك، ونتكلم على بيراميدز. لازم ندي حقه. بيراميدز هيعمل ايه اتحاد الكوره مع بيراميدز؟ هل هيأجل له الماتشات علشان حقه يلعب ماتش يوم 24 بشكل مركز وبشكل هادي وبشكل صافي من غير اجهاد من غير تشتيت، ولا هيبقى فيه كلام وكلام؟ ماتش يوم 1 يونيو يا ترى هيحصل فيه ايه قبل او بعد مباراه بتروجيت، مباراه الزمالك في نهائي الكاس؟ كلام كتير هنتكلم فيه مع كابتن اشرف ممدوح، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا.